وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. ملايين من الناس بتعاني من مشاكل في القلب ومشاكل في الاوعية الدموية، والكلام ده بيكون راجع بشكل رئيسي لانسداد الشرايين. عارفين ايه هو انسداد الشرايين؟ يعني الشريان بتاعك بيبدأ تتراكم عليه سواء دهون او كوليسترول او تكلسات على الجدران الداخلية للاوعية الدموية، ومع التراكم الكبير مع الاسف بيحصل انسداد كامل في الشريان ومش بيقدر يعدي اي حاجة لانه خلاص بيبقى من جوه مسدود تماما. ازاي نقدر بمشروب واحد فقط هنشربه كل يوم على الريق ان احنا نساعد على فتح كل الشرايين المسدودة، وبالتالي هيحميك من مشاكل كتير زي مشاكل التجلط او انحشار القلب او الاصابة بجلطة في القلب. كمان المشروب ده هيساعد على تحسين تدفق الدم في الجسم كله وخفض نسبة الكوليسترول وعلاج ضيق الشرايين، وهيحميك من الاصابة بكل النوبات القلبية المفاجئة. تابعوا معايا الحلقة لأنها هتكون حلقة مهمة جدا. حالة انسداد الشرايين هي ممكن تسبب خطورة على صحتك لو ما سيطرتش عليها في الوقت المناسب. خلايا الجسم والأجزاء كلها المختلفة بتاعته علشان تقدر تقوم بالوظائف بتاعتها فهي بتحتاج قدر يومي من الأكسجين وكمان من الغذاء. طيب مين بقى اللي بيوصل لكل الخلايا وكل الأجزاء دي كل احتياجاتها اليومية؟ اللي بيوصل لها الشرايين، والشريان بيكون محمل بالدم، والدم بيكون فيه كل المواد اللي هي محتاجاها من غذاء ومن أكسجين. وعلشان كده لما بتبدأ تحصل أي مشاكل في الشرايين أو بتبدأ تتصلب أو بيبدأ يحصل فيها انسداد، بيظهر عدد كبير جدا من المضاعفات الخطيرة، لأن في أجهزة كتير مش عارفة تشتغل لأن الشريان أصلا مش عارف يوصل لها الاحتياج بتاعها. لسوء الحظ إن العلامات والأعراض بتاعت انسداد الشرايين ممكن ما تبانش بدري، ممكن تبان متأخر، لكن لو بدأت تظهر عليك أي حاجة من الحاجات اللي هقولها دلوقتي يبقى ده تنبيه مهم جدا علشان تبدأ تعالج الموضوع من الأول وقبل ما يتفاقم. ألم في الصدر بشكل كبير وشكل متكرر، ده غير التعرق الزائد بشكل مفرط. من الأعراض التانية هو حالة تعب وحالة إرهاق عام، ومش بس كده، صعوبة شديدة جدا في التنفس، بتلاقي إن النفس بتاعك بيتقطع وكأنك بتنهج بالرغم إن أنت ما بتعملش أي مجهود. ده غير الغثيان المستمر والمفاجئ، وكمان حدوث آلام شديدة وبتكون متركزة في منطقة أسفل الظهر. من الأعراض برضو اللي بتصيب الرجال وهي مشاكل في الانتصاب. واخر حاجه ولكن انا بعتبرها من العلامات المتقدمه جدا وهي حدوث الجلطه او النوبه القلبيه. ايه الاسباب اللي بتؤدي الى انسداد الشرايين؟ اول حاجه ارتفاع الكوليسترول، وهنا بتكلم عن ارتفاع مستوى الكوليسترول السيء وانخفاض مستوى الكوليسترول الجيد. ممكن يحصل بسبب الاصابه بمرض السكري او قبل كمان الاصابه بمرض السكر، يعني لو كان عندك مقاومه انسولين عاليه في الجسم وعندك علامات بتدل ان انت داخل على مرحله السكر تقدر تشوفها من الفيديو اللي هيظهر فوق، يبقى ده مؤشر انه ممكن يحصل انسداد شرايين. من الاسباب القويه وهو ارتفاع ضغط الدم، او لو كنت بتدخن وخاصه المدخنين بشراهه، برضو ممكن يحصل بسبب ارتفاع مستويات التوتر او مستويات القلق بشكل مبالغ فيه. ممكن كمان يكون مش بسبب اي حاجه قلتها لكن راجع لسبب وراثي. اخر 3 اسباب، وخدوا بالكم ان الاسباب دي مترتبه على بعض او نتيجه لبعض. اول حاجه النظام الغذائي بتاعك سيء، يعني النظام كله مفهوش الحاجات المفيدة ومليان بالحاجات الضارة والحاجات السريعة والنشويات العالية، وفي نفس الوقت تكون مش بتتحرك كتير وفي قلة حركة طول الوقت انك قاعد. طيب دلوقتي انت عندك نظام غذائي سيء وعندك قلة حركة، الاتنين دول بيؤدوا الى السمنة، وهم دول اخر 3 اسباب بيؤدوا الى انسداد الشرايين. المشروب اللي احنا هنستخدمه النهاردة هو مشروب ممتاز جدا، اهم حاجة هنتابع ازاي هنعمله والخطوات، وهو بيعتمد على حاجتين: الثوم والليمون. نبات الثوم هو سلاح قوي جدا ضد امراض الاوعيه الدمويه. دراسه شامله اتعملت على تفاعلات الجسم مع عنصر الثوم بالذات، وجد ان النبات ده سلاح قوي جدا ضد امراض الاوعيه الدمويه الخطيره. بيمنع تراكم الكوليسترول في الجدران الداخليه للاوعيه الدمويه، وبالتالي بيمنع تكوين لويحات تصلب الشرايين. مش بس كده، هو هيساعد في خفض ضغط الدم، اللي خدوا بالكم كانت من مشاكل اصلا تصلب الشرايين ارتفاع ضغط الدم، فهو بالتالي هيعالج لي المشكله دي. لما
لما ضغط الدم بيبدأ يقل او يتظبط، فده بينعكس على صحة القلب وبيحافظ لي كمان على صحة القلب. ده غير ان هو بيحتوي على مضادات اكسدة قوية ومفيدة جدا للصحة. المضادات دي بقى من اسمها بتمنع تراكم اي حاجات سيئة ممكن تتراكم جوه الشرايين. ده غير ان الكبريت الموجود في الثوم بيمنع انسداد الاوعية الدموية وكمان بيبطئ من عملية تصلب الشرايين. اما الليمون فهو غني جدا بفيتامين سي. فيتامين سي من المواد المهمة جدا المضادة للاكسدة. ده غير ان هو بيعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجة بيقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، وكمان بيحسن مستوى ضغط الدم بسبب احتوائه على مادة مهمة اسمها البكتين. الحاجتين دول لما بيتظبطوا اللي هم الكوليسترول وضغط الدم، فده بينعكس على طول على الشرايين وعلى صحة الشرايين. في حاجات عايزاك تبعد عنها اثناء الفترة اللي انت هتكون بتستخدم فيها المشروب، ويفضل بعدين تقللها بشكل كبير، زي اولا كل الاطعمة اللي هي المقليات او الاطعمة المصنعة، زي مثلا الكعك والفطاير والمعجنات والبسكويت. نقطة مهمة جدا 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 وبتفرق بشكل كبير جدا في الكوليسترول وفي انسداد الشرايين، وهو السمن النباتي او بدايل الزبدة او اي حاجة بتحتوي على زيوت مهدرجة، اقطعها نهائي بلا رجعة. اول حاجة هحتاج في المشروب بتاعي عدد 6 من الليمون. الليمون ده طبعا بنغسلهم كويس وبنقشرهم ونقطعهم نصاص زي ما انتم شايفين. بعدين هحتاج عدد 30 فص ثوم اللي هم عبارة عن 3 من الثوم. هنقشر كويس جدا الثوم من القشر بتاعه وهنبدأ نقسمه ونقطعه. المزيج اللي هما الاتنين مع بعض، الليمون مع الثوم، هنبدأ نضربهم مع بعض سواء في الكبة او في الخلاط. ولو حسيت ان هو محتاج شوية مية ممكن نضيف شوية مية بحيث يسهل عملية الدمج بتاعتهم. بعدين هنكون محضرين عدد 3.5 لتر من المية، هنحطهم في الحلة زي ما انتم شايفين، وبعدين هنضيف عليهم المزيج اللي احنا خلطناه. نركز قوي في النقطة دي. هنشغل النار، ولكن انا عايزة النار ما تكونش عالية لان انا مش عايزة اوصل الموضوع ده كله للغليان. هنخلي النار خفيفة، وبعدين هنسيب المية مع الخليط دول على نار خفيفة بالظبط لمدة 7 دقايق. بعد 7 دقايق معدوا زي ما انتم شايفين انا ما وصلتش المزيج كله للغليان، لا يا دوبك ان انا سخنته. بعد 7 دقايق معدت هطفي النار وهصفي المقدار كله من طبعا زي ما انتم شايفين الليمون والثوم، الشوائب اللي هي موجودة دلوقتي. طيب الوقت اللي هسيبه فيه تقريبا ان هو يبرد هيبقى لمدة ساعة واحدة، وبعدين عادي تقدر تشيله في التلاجة. طيب هنستخدمه ازاي؟ هناخد منه تقريبا كل يوم الصبح على الريق كوبايتين من المقدار ده. اهم حاجة انا مش عايزاك تشربه في كوباية بلاستيك، عايزاك تشربه عادي في كوباية من الزجاج. طيب الموضوع ده هنستمر عليه لمدة 3 اسابيع وهنرتاح اسبوع ونرجع تاني نستمر عليه لمدة 3 اسابيع. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، واهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.